3 اوقات ما ينفعش اودي فيهم الطفل ابدا الحضانه. هتلاقيه ما بيستجيبش ليكي وبيعيط وبيزن ومبيبقاش عايز يروح خالص. ايه هما ال3 اوقات دول بقى؟ تعالى اقولك عليهم ايه هما. اول حاجه، لو حضرتك لسه والده جديد، يعني لو لسه والده جديد ما تقوليش انا عايزه انتبه للبيبي اللي لسه مولود واركز معاه، اودي التاني بقى الحضانه يتعلم في الحضانه وارجع اجيبه اخر النهار. الطفل بتلاقيه رافض جدا الحضانه في الوقت ده انه يروح، وبتلاقيه انه بيعيط وبيزن كتير. طب ليه؟ بيحس ان انتوا مهتمين في البيت بالطفل لسه مولود جديد، وان انتوا كده مش عايزينه اصلا وبتهملوه، ومعنى ان انتوا وديتوه الحضانه ان انتوا بتبعدوه عنكم، فبتلاقوه في الوقت ده بيكون رافض الحضانه جدا، وبيفضل يعيط وبيفضل يزن ومبيبقاش عايز يروح. تاني وقت بقى كمان الطفل بيبقى رافض فيه يروح الحضانة لما بتعوديه على البوتي تريننج. يعني لو هو انت لسه بادئه معاه ان هو يبدأ يخش الحمام او يقلع البامبرز او ان هو يعمل في البوتي، فما ينفعش في الوقت ده ان انت لسه بتديله اوردرز جديدة ولسه مخه وجسمه بيستوعب ان هو يعمل الحاجات دي في توقيت معين وفي مكان معين تاخديه توديه الحضانة. هتلاقي ان الطفل متشتت ومش عارف يعمل ايه، فبيبوظ كل الاوردرز اللي انت بتطلبيها منه. لا بيبقى بيسمع الكلام في الحضانة، ولا بينفذ الحاجات اللي مطلوبة منه في الحضانة، ولا كمان بيعمل في الحمام. بالعكس، بتلاقي الحاجات كلها دخلت معاه في بعضها وما بينفذش اي حاجة خالص من اللي انت عايزاها منه. الطفل برضه بيفرض معاك ان هو يروح الحضانة وقت اجازات اخواته الكبار. يعني خلي البيت كله في نفس الحالة. يعني ايه؟ لو مثلا الكبار بيروحوا مدرسة يبقى الصغير بيروح معاهم حضانة، الكبار قاعدين اجازة يبقى الصغير قاعد كمان معاهم اجازة. ما ينفعش يبقى الكبار نايمين وفي اجازة في البيت وتصحي الصغير وتقولي له يلا هتروح الحضانة. ما ينفعش يبقى الكبار قاعدين بيلعبوا والصغير يجي من الحضانة تقولي له اقعد اكتب الواجب. فما ينفعش تعملي معاه كده. هتلاقيه مش مستجيب معاكي، مش عايز يذاكر، مش عايز يكتب حاجة للحضانة، مش عايز يروح، بيصحى بالعياط وبالضرب كل يوم، وباصص ان اخواته ما بيعملوش حاجه وبيلعبوا وبيناموا وبيسهروا وبيعملوا كل اللي هم عايزينه، وهو الوحيد اللي مجبر يعمل حاجات لوحده. فبلاش توديه الحضانه في ال3 اوقات اللي بقولك عليها دي.